بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمرا، نعمل لايك وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عايز بقى النهاردة أتكلم مع إخواتي المتابعين وكل المشتركين في سؤال في الحلقة مهم جدا. هل إمام عاشور اتأثر النادي الأهلي بيه؟ يعني هل دلوقتي إمام عاشور هو فرقة النادي الأهلي؟ هو ده السؤال دلوقتي اللي جمهور النادي الأهلي بيقوله. هل إمام عاشور بقى نص فرقة النادي الأهلي؟ غيابه مؤثر للدرجة دي ان انت ما تعرفش تعمل هجمه في الماتش الثاني؟ يعني انت الهجمه مش عارف توصل بيها للجول. ما هاجم، يعني الاهلي ما هاجمش غير من اول ما نزل اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي اللي قعد اول ماتش ما لمسش الكوره، ولعبت عليه تريزيجيه. تريزيجيه اللي اول ماتش ضيع ضربه الجزاء، وانا كان عندي راي وبقوله لحد دلوقتي، دي نقطه تحول في البطوله بالنسبه للاهلي ولعيبه النادي الاهلي. ضربه الجزاء اللي ضاعت قدام انتر ميامي نقطه تحول في البطوله للنادي الاهلي. ان يعني دي لو جت النادي الاهلي كان بقى واحد، والكره اللي قبلها كانت جت، والكره اللي بعديها كانت جت، بس هو التوفيق واقف مع لعيبه النادي الاهلي. كل ده بنتكلم عن الماتش الاولاني. الماتش الثاني بتاع بالميراس، لا الاهلي وحش. الاهلي وحش وما راحش عند الجون، ومش عارف ينقل هجمه، ومش عارف يخرج بالكره من ورا لقدام. اللعيبه عماله ترجع الكره في الخط الخلفي نص الملعب بس. الشناوي يدي رمضان بيكهام، بيكهام يديها لداري، داري يديها لمحمد هاني، محمد هاني بقى اللي لغز. محمد هاني اصبح لغز في النادي الاهلي. لازم النادي الاهلي يفكر وبجديه يتعاقد مع باك يمين. محمد هاني، يعني مش عايزين ننسى لك الحلو، بس فعلا لا، انت اخر فتره انت في مستواك في النازل. طب مستواك في النازل، نلعب بقى بعمر كمان، نلعب باللعيبه اللي موجوده. غير كده اللي ما يستحقش يلبس فانيله النادي الاهلي لازم يمشي. لازم يمشي. اللي ما يحسش بالمسؤوليه بتاعت لعيبه النادي الاهلي والجمهور والاداره لازم تمشي. انت مش قد الاحلام والبطولات ومش قد الضغط ده كله، ما تجيش النادي الاهلي. دور على نادي تاني العب فيه، دوري درجه ثالثه درجه تانيه، تلعب في دوري نص الموسم. هو كده كده الدوري اهلي وزمالك وبيراميدز. ده بيراميدز كمان اللي لسه صاعد دلوقتي وبقى بينافس دلوقتي، اللي هو دلوقتي بقى قوي جدا وهيلعب كاس العالم للانديه وخد بطوله افريقيا. فهو ده الكلام اللي بيدور دلوقتي في كل ذهن الزملكاويه والاهلاويه وكل جماهير الكره المصريه. الدوري السنه الجايه يبقى شكله عامل ازاي؟ هل الزمالك فعلا هيدعم بصفقات قويه ويبقى منافس قوي وحقيقي؟ يعني هيبقى منافس قوي وحقيقي للاهلي وبيراميدز السنه الجايه، وفي نفس الوقت برضو الصفقات الجديده بتاعت النادي الاهلي. طب هتعمل ايه في الدوري؟ مستني تعليقاتكم في الكومنتات، واكتب رايك في مستوى النادي الاهلي، وهل امام عاشور فعلا مؤثر على النادي الاهلي ولا لا.